كنت في القاهرة القديمة وفكرت ليه ما ادخلش المكان اللي اتحكمت منه مصر في يوم من الأيام، فاتحركت لقلعة صلاح الدين الأيوبي. القلعة بدأ تأسيسها في عهد الناصر صلاح الدين سنة 1176 ميلاديا، اللي بتعادل سنة 572 هجريا، لكن اللي أتم القلعة كان الملك الكامل سنة 1207 ميلاديا، اللي بتعادل سنة 604 هجريا. وفضلت القلعة مقر الحكم مصر لحد عهد الخديوي إسماعيل. 60 جنيه كان تمن التذكرة اللي قدرت بيها أدخل كل الأماكن الأثرية الموجودة في القلعة. وأهم مكان نبدأ بيه كان مسجد الناصر محمد بن قلاوون. السلطان محمد بن قلاوون أمر ببناء المسجد سنة 1318، اللي بتعادل 718 هجريا. وبعد اكتمال البناء السلطان محمد بن قلاوون بص على المسجد وقال لك مش حاسه، ما نشتغل عليه تاني. وفعلا سنة 1335 ميلاديا تم العمل على المسجد مرة تانية وإجراء توسيعات ليه. التوسيعات وصلت سعة المسجد ل5000 مصلي، وبعد افتتاحه كان بجانب كونه مسجد مدرسة لتعليم الفقه. عملية التجديد اللي اتعملت لمسجد الناصر محمد بن قلاوون كان هدفها بجانب التوسعة تحقيق توازن بصري مع الإيوان الناصري المجاور للمسجد. الجامع وقتها كان المسجد الرسمي للقلعة وأهم جامع في مصر، وسلاطين المماليك باستمرار اشتغلوا على تحسينه. والمسجد بيتكون من صحن أوسط مكشوف و4 أروقة ومأذنتين. لو بصينا على منبر المسجد هنلاقيه معمول من الخشب المطعم بالعاج والصدف، والقبة كانت مكسية ببلاط خزفي أخضر اتأثر بعوامل الزمن. في زمن الاحتلال البريطاني المسجد اتحول لمخزن أسلحة وسجن، وده اللي تسبب في طمس كتير من الجماليات اللي كانت موجودة فيه. لكن في عهد الملك فاروق اتعملت عمليات ترميم للمسجد في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وأنا خارج من مسجد الناصر محمد بن قلاوون شفت مأذنة كبيرة قوي. تفتكروا حكايتها إيه؟ ده اللي هنعرفه مع بعض الحلقة الجاية، استنونا.